صباح الخير. مدرسة استعد. استرع. استعد. رفعات العلم عادة سر. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السبا موطني مدرسة استرع. والآن قصيدة العلم للتلميذة زينب علاء. العلم عش هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الهمم. إن العيون قريرات بما شهدت، والقلب يفرح والآمال تبتسم. الشعب أنت وأنت الشعب وأجمعه، وأنت جلال الشعب والعظم. فإن تعش سالما عاشت سعادته، وإن تمت ماتت الآمال والهمم. هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه جميعه لك باسم والعلم. هذا نبدأ بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا التلميذ محمد رعد الصف الثالث. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، وأن ينير قلوبنا بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون؟ عدوا لي إلا رب العالمين، والذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وارثني ورثة من جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تحزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وأبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون. صدق الله العلي العظيم. عندما نتعاون نرتقي، نكبر ونحقق ما لم يكن أحد منا يتخيل تحقيقه وحده، فالتعاون هو الشعلة التي تضيء طريق النجاح. كلمة اليوم بعنوان التعاون، تلقيها الست آيات فاضل، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم، حضرة المديرة المحترمة، زميلاتي المعلمات، أبناء التلاميذ، أسعد الله صباحكم. كلمتي بعنوان التعاون. التعاون هو روح العمل الجماعي الذي يعزز من قدرات الأفراد ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة. إنه يتطلب التواصل الفعال والاحترام المتبادل، حيث يجتمع الجميع ليتشاركوا الأفكار والموارد. وقال الشاعر إيليا أبو ماضي: وحدتنا سلاحنا في زمن الفراق، وبالتعاون نعيد بناء الأمل. فلنجعل من قلوبنا موانئ حب ونرسو بها في بحر العطاء. وعندما نتعاون نحقق إنجازات أكبر مما يمكن لكل فرد أن يحققه بمفرده. فالتعاون يعزز من روح الوحدة والتضامن،
مما يساعد على تجاوز التحديات وبناء مجتمع قوي ومترابط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث يبرز أهمية التعاون والتآزر بين المسلمين، حيث يشبه المؤمنين بالبنيان الذي يتماسك، مما يعكس قوة التعاون في بناء المجتمع وتقديم الدعم لبعضهم البعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة استعد. استريح. استعد. لإخلاء الساحة الفرقة الكشفية تسبق عادة